لازم أعترف بحاجة. كنت بخاف من الرياضيات جامد، حتى مع درجاتي العالية جدا. النهاردة هشارككم إزاي عملت كده بالظبط، نصايح واستراتيجيات فعلتها بنفسي، وصدقوني لو أنا قدرت انتوا كمان تقدروا. غيروا طريقتكم في التفكير. أول حاجة خلينا نتكلم عن طريقة التفكير. بدل ما تفكروا أنا بكره الرياضيات، حاولوا تقولوا لنفسكم لسه ما أتقنتهوش. التغيير البسيط ده ممكن يغير طريقة تعاملكم مع الدراسة. لما بدأت أبص للرياضيات كتحدي بدل ما أبص لها كتهديد، حسيت براحة أكبر. اتدربوا بذكاء، ما تتدربوش من غير هدف. حددوا نقاط ضعفكم. أنا كنت عندي صعوبة في الهندسة، عشان كده خصصت لها وقت أطول. ركزوا وقت التدريب على المجالات الصعبة، وتأكدوا إن جلسات الدراسة قصيرة، من 20 إلى 30 دقيقة بتعمل فرق كبير. شايفين إن الأساسيات بتاعتكم مش قوية؟ خصصوا شوية وقت لمراجعة الصيغ والجداول قبل ما تنتقلوا للتمارين المتقدمة. اعملوا دفتر للصيغ. خدوا دفتر صغير وملاه بكل الصيغ والمفاهيم الرئيسية اللي محتاجين تفتكروها. ده مش بس هيساعدكم تراجعوا قبل، ده كمان هيديكم مرجع مفيد أثناء التدريب. استخدم الأمثلة المحلولة. قبل ما تبدأ تحل مسائل التدريب، ادرس الأمثلة المحلولة. شوف إزاي تحل المسائل خطوة بخطوة. ده هيديك فكرة أوضح عن إزاي تتعامل مع مسائل مشابهة لوحدك. قسم المسائل المعقدة. لما تواجه مسألة معقدة، قسمها لأجزاء أصغر. لو بتتعامل مع مسألة جبرية متعددة الخطوات، خدها خطوة خطوة. اتدرب على الحساب الذهني. اعمل عمليات حسابية بسيطة في دماغك أثناء المواقف اليومية. ممكن تحس بعدم الراحة في البداية، بس ده هيخليك أكتر ارتياح مع الأرقام والامتحانات. راجع أخطائك. بعد ما تحل المسائل، راجع أخطائك. كنت قبل كده ببص بسرعة على الإجابة الصح وبعديها أروح للمسألة اللي بعدها، بس بعد كده أخدت وقت كفاية لفهم الغلطة اللي حصلت وإيه الطريقة الصح لحل المسألة دي. ده فعلاً ساعدني أتجنب الأخطاء المستقبلية مع مسائل مشابهة، وما عملتش الغلطة دي تاني. دور على شريك دراسة أو مجموعة. الدراسة مع الآخرين ممكن تعمل فرق كبير. اتعلمت كتير من مناقشة المسائل مع صحابي، اتدربوا مع بعض واختبروا بعض. في المرة الجاية لما تواجه مشكلة، اطلب المساعدة من زمايلك المميزين في الرياضيات. وكمان مدرسينك دايماً موجودين عشان يساعدوك. الاستمرارية هي المفتاح. اعرف إن الحفظ المكثف مغري، لكن الدراسة حتى لو شوية كل يوم بتفرق كتير. خلي التدريب اليومي عادة، حتى لو عندك بس 15 إلى 20 دقيقة. اعمله يومياً وهتشوف إنك هتفهم الأنماط بسهولة وتحل المسائل أسرع. زي ظروف الامتحان، اتدرب على نماذج امتحانات سابقة أو أسئلة تجريبية في وقت محدد. ده هيساعدك تتعود على ضغط الامتحانات وتحدد المجالات اللي محتاج تحسنها. باختصار، التغلب على الخوف من الرياضيات ممكن تماماً. لو أنا قدرت أتحول من كوابيس الرياضيات للنجاح في الامتحانات، فهل تقدر تفتكر إن الموضوع كله عن إيجاد الاستراتيجيات المناسبة ليك والصبر؟ أنت قادر تعملها. وبس يا جماعة، ده كان كل اللي عملته علشان أواجه خوفي من الرياضيات وأقلبه قوة بدل نقطة ضعف. لو وصلتوا لحد هنا، فأنتوا فعلاً ناس بتسعى وبتحاول، وده لوحده نجاح. اكتبولي تحت في الكومنتات إيه أكتر حاجة بتخوفكم في الرياضيات، ولو حابين جزء تاني بنصايح أكتر قولولي وهعمله على طول. ما تنسوش اللايك واشتراك بسيط منك ممكن يغير يومي ويحسسني إن تعبي فرق مع حد. أشوفكم في الفيديو الجاي، وبإذن الله هنوصل لمرحلة نذاكر فيها الرياضيات من غير خوف ونجيب أعلى الدرجات. فاكرين؟ لو أنا قدرت، انتوا كمان تقدروا.